التخاطب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. الحقيقه الولد ما بيتكلمش، هنعمل ايه؟ هنسوي ايه؟ طب امتى الوقت المناسب اللي اقلق فيه؟ السن امتى اللي ابقى قلقانه ابني ما بيتكلمش؟ كل دي الاسئله اللي جات لي قبل كده. بس حابه اطمنكم، الطفل بطبيعته بيبتدي يطلع اصوات في سن سنه، ممكن يقول كلمات خفيفه، بابا، ماما، الكلام ده كله بيبتدي من سن سنه. طب لو ما اتكلمش واتاخر عن كده، ابتدي اقلق امتى؟ ابتدي اقلق في سن سنتين. لو ابني ما اتكلمش في سن سنتين ايفن حتى كلمات معينه، لا ابتدي اقلق وابتدي لازم اروح لحد متخصص تخاطب وابتدي اساله لو في مشكله، لان ساعات بيبقى في مشكله بقى في السمع، مشكله في كده، هم اكيد بيبقوا ادرى مننا بالحاجات دي. اعمل ايه؟ ابتدي احضر للموضوع ده ازاي علشان ما يتاخرش في الكلام. طب تعالوا نرجع بقى من الاول خالص. احضر للموضوع ده ازاي ابتدي ان انا ما واجهش المشكله دي. بصوا يا اولاد، ان انا ابتدي اكلم ابني من هو صغير جدا، من هو شهر شهرين. ايه ده انت بتتكلمي جد؟ ده في ناس كمان من وهم في بطن امهاتهم الامهات بتكلمهم، بتغني لهم. انا ابني لما كنت حامل فيه في الشهر الرابع وكنت بغني له اغنيه معينه، وهي دي كانت الاغنيه اللي بينام عليها لما كنت بنيم. لما بقى شهرين 3 كنت اوري له انا بقفل النور، انا بفتح النور، اكلمه كتير قوي وما اتكلمش وبس، لا استخدم زي ما انتم شايفين ده من كتر حضراتكم ان انا كنت بكلم اطفال كتير، بقيت اتكلم بايدي وبوشي بكله حاجه اسمها لغه الجسد. على قد ما اقدر احاول اعمل ديسبلاي لابني للكلام اللي بقوله، يعني اقول انا قصدي ايه، عايز تاكل، لان دي اللغه الوحيده اللي مشتركه لكل العالم. بتتكلمي انجليزي، بتتكلمي فرنساوي، بتتكلمي ايطالي، هي دي اللغه المشتركه. عايز ايه؟ عايز تاكل، تعالى، قوم، اقعد، اسكت. اللغه اللي بيفهمها كل الناس مهما كانت اللغه اللي انت بتستخدميها. ايه تاني لازم اعمله؟ اقرا له قصص كتير، ابتدي انزله، اشاور على الحاجه اللي انا بقولها. كل الكلام اللي انت بتقوليه ده ممكن يقلل من احتمال خطوره ان ابني ما يتكلمش، وكمان ان هو يروح حضانه. اهم حاجه في كل الكلام اللي انا بقوله انك انت توحدي اللغه. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه؟ يعني حضرتك انا عارفه طبعا ان المجتمع الجميل اللي احنا فيه، علشان حضرتك تبقي سيده مجتمع لازم تستخدمي لك كلمتين 3 4 انجليزي في النص. يا سلام لو فرنساوي او ايطالي يا عيني، وتتكلمي ابنك بالفرنساوي حبه وبالانجلي حبه. شفتوا الانجلي ده؟ خلي بالكم الكلام ده كله غلط. انت وديتي ابنك في داهيه اصلا كده. انت لازم توحدي اللغه. اوحد اللغه يعني استخدم لغه ايه؟ بصوا يا اولاد، في حاجه اسمها الهرم اللغوي. معلش هي الحلقه دي هتبقى شويه طويله معانا. في حاجه اسمها الهرم اللغوي. القاعده بتاعه الهرم دي اصعب لغه، وكل ما بنطلع الهرم بتبقى اللغه اسهل. القاعده بتاعتنا وغايه في الاعجاز والغرابه هي اللغه العربيه، اللغه العاديه اللي احنا بنتكلمها. طبعا احنا بنتكلم لغه عاميه مش لغه عربيه، بس يعني الاقرب ليها اللغه العربيه. واسهل لغه اللغه الانجليش، طبعا قبليها اللغه الفرنسيه بتبقى شويه اصعب. يعني انا ابني لو اتكلم انجليش الاول زي ما اطفال كتير الحمد لله بشوفهم، لما يجي يتكلم العربي بيتكلمه مكسر او ما بيبقاش عارف يتكلم كويس. لو دخل المدرسه، لو احنا مدرسه عاديه يعني، وهو اتكلم بالطريقه دي بيبقى مقلسه الولاد، او يعني لو ماشيين في الشارع وبيتكلم حد تاخدي كومنتات لذيذه طبعا، واحنا شعب محب قوي للخصوصيه، خلينا نقول الكلام ده. فيبقى هتوحدي اللغه. طب انا معلش انا عايزه اعلمه لغات تانية في البيت، يعني انت ما تقوليش اوحد اللغه وانت خلاص قافله معاكي خالص. يبقى الطفل بيعلم اللغه بالوش. يبقى انت لما تيجي تتكلمي معاه اتكلمي اللغه العربي لغه موحده بس. لما تيجي حد مثلا الناني بتاعته او حد تاني بيتكلم، يبقى يتكلم اللغه بتاعته بس. الانجليش بقى، الفرنش، لازم يعني الوش اللي بيشوفه الطفل اللي بيتكلم لازم تكون لغه واحده بس. طب يبقى انا كده سرعت ان انا ابني يتكلم بسرعه. اعمل ايه بقى تاني لما لساني يدلدل معاكوا في الكلام اللي هقوله ده؟ بلاش موبايلات، بلاش سكرينز. ان انا بلاقي ولادي يجوا يتكلموا زي الكرتون، اريد مش عارفه ايه، والام تضحك بيتكلم زي الكرتون. دي مش حاجه حلوه على فكره خالص، ولا حاجه جميله. بلاش تعرضي ابنك لحاجه زي كده. كلمي معاه كتير، خليه ينزل يقابل ناس، يتكلم مع ناس وناس تكلمه. الكلام ده كله بيفرق مع ابني. طب انت كده قلتي لي ازاي احس ابني انه يتكلم بسرعه. حصل اللي حصل وما عملتش الكلام اللي انت قلتيه وابني اتاخر في الكلام. اعمل ايه؟ اول حاجه بعملها ان انا بروح لحد متخصص، دكتور متخصص تخاطب، لان هو هيقول لي على حاجات تانية اعملها بقى، ان انا اضمن ان ابني بيسمع كويس، ان انا اضمن حاجات كتيره لازم اعملها الاول. لما اتاكد ان الحمد لله مفيش اي حاجه، وان مجرد ان الكلام بس اللي متاخر، بودي جلسات تخاطب. وما بعتمدش عليها بس يا جماعه، لا انا ببتدي كمان الطفل بيستوعب المعلومه من الام 100 مره اسرع واسهل من اي حد تاني. اتكلمي معاه زي ما قلت لك بقى، هتبتدي تقولي الكلام اللي انا قلت لك تحسي ابنك عليه، انت هتبتدي تعمليه. هكلم ابني كتير بلغه الجسد، هعمل ديسبلاي، هديله تشويسز، هديله اختيارات
نغلط دايما في كل حاجه، تعالى نعمل كذا، تعالى نروح كذا، تعالى نلعب كذا. عارف احنا رايحين فين؟ احنا رايحين النادي، ووري له صوره للنادي، عملت فيجوال ديسبلاي، تعالى نركب العربيه، تعالى ننزل من العربيه، يلا شوف النادي اهو، بص مش عارفه ايه. ما تخلوهوش يلهق. انا عايزه الفك بتاعك ينمل من كتر الكلام. هتبقى صعبه. طب هتاخد مننا قد ايه علشان يبتدي ابني يفهمني ويتكلم؟ ممكن تاخد شهر، ممكن شهرين، ممكن 3 شهور، حسب. زي ما قلت لكم مفيش طفل بينزل بكتالوج. نخلي بالنا من الموضوع ده جدا. طيب يا ستي، انت قلت لنا ازاي نسرع عمليه التخاطب او نسرع عمليه ان ابني يتكلم، وازاي ان لو حصل ان ابني اتاخر في الكلام اعمل ايه. انا مش عايزاكم بس يا بنات تقلقوا وتفضلوا تقارنوا، وده اتكلم وده ما اتكلمش، واحط نفسي وابني في الضغط ده. دي كلمه اخيره دي مني انا والله. بلاش كده، ما تقارنوش ولادكم بحد، وما تفضلوش تضغطوا على نفسكم. ابن عمه اتكلم، ابن خاله ما كلمش، ده اصله محسود. لا يا جماعه، اهدوا يا جماعه، كل حاجه بتيجي في وقتها، ما تستعجلوش، وحاولوا على قد ما تقدروا، على قد ما تقدروا انتوا نفسكم ما تبقوش مضغوطين عشان ما توروش الضغط ده لاولادكم. اسفه اذا كنت طولت عليكم، يا رب تكونوا استفدتوا. هرجع تاني اقول لكم لو عايزين اي سؤال تاني اكتبوا لي في الكومنتات تحت، او لو عايزيني اتكلم على اي حاجه تانيه قولوا لي. باي باي.